السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم عبد الملك. إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. اليوم مع وصفة جديدة وفيديو جديد. إن شاء الله راح نحضر معكم هذه البوظة اقتصادية وصحية بنفس الوقت وبثلاث مكونات فقط. راح نخليكم مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير، وما تنسوش إذا عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كم جديد ان شاء الله نحطه في قناتي. ونبدا بسم الله. بالنسبه للمقادير عندي لهنا الفخاز والبنان، كما تقدروا تعوضوهم باي فواكه حبيتوها. لهنا بعد ما نظفت الفخاز تاوعي راح نحطهم كامل في خلط كهربائي. راح نزيد نضيف معاهم البنان، ولا درتو فواكه قارصه انا لهنا راح ندير البنان بلا ما نضيف العسل، ولا درتو فواكه تكون قارصه تقدروا تضيفوا كاش ملعقتين ولا 3 ملاعق تاع العسل، ولا ديروا السكر. من الاحسن تكملوا يعني ديروا الوصفه صحيه، ديروا العسل في بلاصه السكر. انا لهنا ما راح نزيد ندير السكر. البنان هذاك يعني يكفيني في الذوق تاع الحلاوه. ولا هنا راح نديرهم في المجمد كما راكم تشوفوا معايا. راح نخليهم حتى يتجمدوا تماما ونكملوا باقي الوصفه. الا هنا بعد ما فاتوا عليهم يعني ساعتين ولا 3 سوايع كما راكم تشوفوا معايا جمدوا. راح نزيد نجيب الخلاط الكهربائي تاعي ومن راح نوجدهم باش نطحنهم. ولا هنا بعد ما نزيد نطحنهم راح نزيد ندير لهم كمية تاع الحليب، ما نكثروش، ولا ديروا شويه ياغورت في بلاصه الحليب. يعني من بالحليب تعطيكم نتيجه رائعه. لهنا درت شويه برك كما راكم تشوفوا معايا، ياغورت سائل. هاي النتيجه تاعو، شوفوا كيفاش يجي رائع. يعني الذوق تاعو يجي بنين بزاف وثاني يعني صحي في نفس الوقت. وحتى الا درتوا الحليب ما تكثروش، يعني ديروا غير بالعقل وشوفوا، يعني لا خصو زيدوا. ولا هنا راح نزيد شويه مكسرات من الفوق. وهاي لكم النتيجة النهائية. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة سهلة وبسيطة وما تاخذناش وقت كبير في التحضير. ولا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب باش يوصلكم كامل جديد اللي نحطه في قناتي ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.